انه هذه الازمه راح تقلب كل الامور، والله المستعان. ونتمنى ربما الدوله الجزائريه مش عطيتها اهميه، لكن لازم تتدخل الدوله في اقرب وقت ممكن، لانه ربما الناس تشوف فيه امر عادي، لكن هو والله يأثر بزاف على المجتمع الجزائري، وراح يخلق مشاكل نفسية كبيرة عند الشعب الجزائري. الشعب الجزائري راهو أصلا مقلق، وأصلا فيه الضغط، وأصلا فيه لابريسيون. مع الأزمة هذه جديدة يعني راح الأمور تخرج على السيطرة. راهي كاين أزمة اللي هي أزمة السجائر. راهي زيادات يعني معتبرة، وزيادات كبيرة جدا في أسعار السجائر بكل أنواعها. وفوق هذا الشيء راهي يعني تكاد تكون غير متوفرة. وحسب المعلومات اللي يعني استقيتها من بعض التجار، أنه ربما بعد أسبوع أو أسبوعين راح تكون ندرة كبيرة في السجائر. راح تكون ندرة كبيرة في السجائر. ونحن نعرف أن الشعب الجزائري 80% من الشعب الجزائري الضغوط اللي فيه كلها يخرجها عن طريق السجائر، رغم أنها محرمة ورغم أنها مضرة بالصحة. ويعني أجمع عليها العلماء والأطباء على أن هذه السجائر مضرة بالصحة، لكن للأسف الشعب الجزائري تقريبا 80% من الشعب الجزائري يتعاطى هذه السجائر. لذلك ندرتها أو في الأسواق راح تسبب أزمة كبيرة للشعب الجزائري. أنا نتمنى يعني أنه أنا حسب معلوماتي أن الإمارات أو دويلة الحمارات هي من تتحكم في مصانع السجائر في الجزائر حسب معلومات. وإحنا عرفنا بأنه كاين أزمة كبيرة جدا بين الجزائر والإمارات. لذلك هذا الأزمة هذه انعكست على هذه المادة اللي هي مادة السجائر. يعني راح تكون مشكلة كبيرة على بالي. أنا واحد من يعني يتناول السجائر يعني بقوة، وراني لاحظت يعني في 15 يوم هذه السجائر راهي زادت بنسبة على تقريبا 30%، وراهي ناقصة كما يقولوا في السوق. راهي ناقصة السجائر بقوة في السوق. ومع مرور الوقت، لأنه المخزون مهما كانت كمية المخزون راح ينفد مع الوقت. وقلت أنه من على 10 أيام راح تكون أزمة حقيقية في السجائر. لذلك أنا نتمنى أنه من الدولة الجزائرية أنه تتدخل في هذا الموضوع وتلقى حل. أنا تمنيت لو كان مثلا كانت أزمة في الخمور ولا أزمة في المخدرات ولا يعني معليش شيء يعني محمود، واتمنى حتى تقطع كامل، خاصة هذه الخمور والمهلوسات والمخدرات. يعني تمنيت أنها يعني الدولة تضيق عليها الأمور حتى يعني تقدر حتى تحرمها، وأنا مع الدولة الجزائرية. لكن في قضية السجائر مشكلة كبيرة، وراح تأثر حتى على النفسية تاع المواطن الجزائري، تأثر حتى على العقلية تاع المواطن الجزائري. لذلك أنا نتمنى من الدولة الجزائرية أنها يعني تسرع في إيجاد الحلول المناسبة لتغطية هذا العجز الكبير اللي راهو الآن وراح يكون في المستقبل القريب.
الله المستعان. يعني بالحق الشعب الجزائري هذا للأسف راه منتشر التدخين بقوة في أوساط الشعب الجزائري، يعني نتيجة أمور كثيرة، نتيجة الضغوط النفسية، غلاء المعيشة، يعني عدم الاستقرار. الله المستعان. المدخنين حاولوا تحبسوا التدخين، حاولوا ولو تقلوا من هذا التدخين، لأنه بالدرجة الأولى يعني شبه محرم. كان بعض العلماء حرموه تماما، هذا من الناحية الدينية. من الناحية الجسدية التدخين راهو مضر جدا بالصحة، يعني نبروفوتيو الأزمة هذه تاع التدخين، تاع ندرة التدخين، ونحاولوا نتوقفوا على هذه المادة السامة هذه. لكن أعيد وأكرر على الدولة الجزائرية أنها تسبق الأحداث وتسبق الأزمة وتلقى حل لهذه المشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.